السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الميموري سكان وازاي نلاقي قيمة غير معروفة. انا مش عارف القيمة دي هي ايه اصلا. هنروح على اللعبة بتاعتنا نفتحها، ونفتح كمان تشيت انجن، وهنحدد البروسيس، هنعمل سيلكت بروسيس، هنحدد البروسيس بتاعة اللعبة ونعمل اوبن. وبعد كده نروح على اللعبة، هنعمل سنجل بلاير. هنبدأ اي ماب يعني علشان نجرب عليها، وهنعمل ديس ماتش ونختار باد ونختار تو بلايرز وندخل اي ماب. في الفيديو اللي فات كنا بنغير عدد الطلق. بنروح على تشيت انجن، نبحث عن exact value، هنحدد exact value ونبحث على 20 ونعمل first scan. عدد الطلق اللي معانا 20، هنضرب اي طلقة ونكتب 19 ونعمل next scan. هيظهر لنا هنا 3 قيم. لو ضربنا أي طلق هنلاقي بالفعل القيمتين دول هما اللي بيتغيروا، هنلاحظ. فهنضغط على القيمة دي ضغطتين والقيمة اللي فوق ضغطتين، وهنلاقي عندنا هنا حاجة اسمها active وحاجة اسمها description، وده الأدرس اللي في الذاكرة حاليا، ودي التايب 4 بايت، ودي الفاليو اللي هي 12 طلقة. لو دوسنا كده هنلاقي القيمة دي اتغيرت ل20 ودي 12 عشان احنا طبعا متنا. فما تشغلش بالك لو جينا عند الاكتف دي ضغطنا ضغطة هيظهر علامة حمرا كده. لو جينا في اللعبة بدأنا نضرب هنلاقي عدد الطلق لسه بينقص طبيعي. فالقيمة دي احنا مش محتاجينها، مش هي دي القيمة فعلا بتاعة الطلق. هيفضل معانا آخر قيمة، هنضغط عليها على الاكتف هنا وهنبدأ نضرب. هنلاقي العدد مش راضي ينقص خالص. فهنروح على الفاليو، هنغير الفاليو ونخليها مثلا أي رقم احنا عايزينه وندوس اوكي ونبدأ نضرب. طبعا مش هينقص علشان احنا عاملين فريز، لو شلنا الفريز هيبدأ ينقص. طيب، دي قيمة معروفة، احنا فعلا عارفين ان احنا معانا 20 طلقة ونقدر نبحث عليها ونجيبها. طب لو في بقى قيمة غير معروفة زي مثلا المحاور، زي في الصورة دي عندك محور الاكس والواي والزد. لو احنا عايزين نجيب اي محور من دول، طب ازاي احنا مش عارفين الرقم هو ايه اصلا؟ ففي الفيديو ده انا هجيب محور الواي اللي هو اللي فوق والتحت، ومحور الزد اللي هو القدام والورا، ومحور الاكس اللي هو يمين وشمال. فانا هجيب محور واحد واقول لك على طريقة ازاي تجيب بيها بقية المحاور. خلينا نجيب الاول بس محور الواي. هنروح على اللعبة، خليني بس اغير الهيلث بتاعي. طبعا زي ما انت شايف عدد الطلق رجع زي ما هو علشان انا لغيت الفريز، ولما مت ورجعت رجعت العدد 12 تاني، 20 اقصد. فخلينا نغيرها بس تاني كده، اوكي، ونعمل فريز. وخليني اغير الفاليو بتاعت الهيلث وارجع لك. طيب، وبعد ما لقيت القيمة وغيرتها، دلوقتي لازم نبحث عن القيمة الغير معروفة بقى. هبحث عن محور الواي. لازم اشوف اي حاجة كده علشان اعرف اطلع عليها لفوق. وهعمل الاول في تشيت انجن، هروح على السكان تايب، بدل exact value هغيرها هعمل الاول نيو سكان علشان يبدأ بحث جديد، وهعمل exact value وهعملها unknown initial value. هضغط عليها، ال exact value هيتلغي، وهعمل first scan. كده هيجيب لي كل الادرسز اللي في الذاكرة بالقيم بتاعتهم. هو كده لاقي 26 مليون قيمة. فأنا فأنا هطلع على أي حاجة عالية كده.
وهقول له ان القيمة زادت. طبعا لما بطلع المحور الواي بيزيد، لما بنزل قيمة محور الواي بتقل. فانا هطلع على اي حاجة كده وهقول له ان القيمة زادت. اعرفه ازاي؟ بدل exact value اللي ظهرت دي هقول له ان القيمة زادت increased value، وهعمل next scan. كده فاضل لا مليون قيمة. هطلع شوية كمان كده. بعد ما اطلع شوية كمان هعمل ان القيمة برضو increased زادت، وهعمل next. لا كده 360,000 قيمة. هنزل شوية لتحت وهقول له ان القيمة قلت. طب ازاي اقول له ان القيمة قلت؟ في حد بس بيضرب. هقول له ان القيمة قلت. هختار degrees بدل increase. هختار بقى decreased value. هضغط عليها واقول له next scan. وبعد كده هنزل شوية كمان واقول له next scan. وهرجع اطلع واقول له ان القيمة increase، وهكذا لحد ما الاقي القيمة اللي انا عايزها. هقول له ان القيمة increase واعمل next. طيب ودلوقتي اتبقى معايا 16 قيمة بس، بعد ما عملت increase و decrease علشان اقدر اعمل فلتر لكل القيم اللي عندي، ويتبقى قيم قليلة جدا. فاضل 16. فهعمل decrease value ان القيمة قلت وهعمل next. فاضل كده معايا 14 قيمة. هطلع واقول له increase واعمل next. كده متبقى معايا شوية القيم دول. هحددهم واضغط على كل قيمة ضغطتين. والقيم اللي بالاخضر دي مش هاخدها، لان في الحالة دي تقريبا مش هي فعلا القيم اللي انا عايزها. فانا هاخد بس اللي تحت دول، وهبدأ اعمل لكل قمة منهم فريز واتأكد ان هي فعلا ولا لا. فهضغط كده فريز على اول قيمة والتانية والتالتة. زي ما انت شايف باجي اعمل جامب، في فريز حاصل مش راضي يعمل جامب خالص. لو جيت اطلع حتى هنا مش راضي يطلع. فانا هفك الفريز خالص. خلينا نبدأ جيم تاني بس علشان هو عمل جليتش. طيب دلوقتي بعمل جامب طبيعي. لو جيت اعمل فريز للقيمة دي، الجامب عادي برضو همسح القيمة دي، مش هي القيمة اللي انا عايزها. وبعد كده هعمل فريز لقيمة تانية، مش هي دي برضو، هعمل لها ديليت. بعد كده جامب واحدد القيمة دي. زي ما انت شايف مش راضي يعمل جامب، يبقى هي دي القيمة اللي انا عايزها. همسح القيمة اللي فاضلة دي خالص. همسح القيم دي ديليت. كده فاضل معايا قيمة واحدة، اللي هي دي فعلا قيمة الجمب، اللي هي الواي. فممكن اغير القيمة دي. هغير الفور بت، اخليها فلوت واعمل اوكي. بعد كده اعمل لها فريز. وهغير هغير الفاليو، هخليها مثلا 5. اوكي. بعد ما اغير القيمة 5 هلاقي نفسي بقيت طاير. ممكن اغير القيمة اكتر، اخليها مثلا 10. طيب ودلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نجيب قيمة غير معروفة، تقدر تطبق نفس اللي عملناه ده على اي قيمة انت مش عارفها.
زي مثلا لو عندك شريط صحة مثلا انت مش عارف الرقم بتاعه، فممكن تنقص الصحة بتاعتك وتعمل decrease value وتقوله ان الصحة مثلا نقصت. او مثلا ممكن تجيب بقية المحاور، احنا مثلا جبنا الواي، انت ممكن تجيب الزد او الاكس. يمين زي ما انت شايف في الصورة يمين يعني كده القيمة زادت، شمال يعني كده القيمة قلت، وفي الزد برضو لقدام القيمة بتزيد، لورا القيمة بتقل. وفي الفيديوهات الجاية هعرفك ازاي تجيب قيمة واحدة ومن القيمة دي ازاي تجيب منها بقية القيم بكل سهولة. ولو عجبك المحتوى ده متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو عندك سؤال عن حاجة معينة ممكن تكتبها لي في التعليقات، وهتلاقي رابط التليجرام بتاعي في الوصف لو حابب تبعتلي.